حرائق في كل مكان في الجزائر والضحايا بالعشرات وانقطاع الكهرباء والماء وفضيحة استيراد الأغنام. هروب عبد المجيد تبون اليهودي نائب حاكم زريبة الجزائرية الفرنسية القواد شنقريح للمنيا المشاكل بالجملة، ولكن إعلام زريبة الجزائر لا ينظرون إلا للمغرب. تحيا المغرب ويغرق الكراغيل في المشاكل، لهم إشغال الكراغيل بأنفسهم وجعل كيدهم في نحورهم. وفي المغرب وبداخل المغرب وبداخل المغرب في المغرب ونظام المخزن تشاهدون الآن الصخرة المجاهدة التي جابت استقلال للجزائر، والعطاي تبون يستورد الأغنام في الطائرة لمدة 35 سنة ورميها بالرصاص سنويا. حادثة غريبة لا يزال سكان ومؤرخو مدينة الجلفة يروونها. هي الصخرة الحقيقية اللي دحست على الجندي الفرنسي. هذا الفرنسي راه هنايا راه تحته. تخيلوا أنه هذه الصخرة حكموا عليها بالإعدام، خفوا الحكم حكموا عليها ب35 سنة. راكم تشوفوا عندنا احنا حجاره وعندهم حب الوطن مجاهدين. أن جيش عربي مظلي في إطار التحضير اليومي نقوم بمحاكاة المهام المسندة باستعمال مجسمات للطائرات، وذلك من أجل إتقان تمارين الشبكة الإجرامية اللي في قصتنا كانت تشكل خطر على صحة المواطن واستهلاكه، وكذلك المساس بالاقتصاد الوطني. لما نقول لكم أن ملف اليوم يوجد فيه شخص يقوم بتحويل مادة الحليب إلى لبن. وحجز مركبة محملة ب 30,000 علبة سجائر أجنبية مهيئة لتهريب، 760 زوج من الأحذية، 560 وحدة من أندومي مغربية الصنع. المجهودات المبذولة من طرف وحدات الدرك الوطني في مكافحة شبكات التهريب والحد من نشاطها وتحييدها وتفكيكها حماية للاقتصاد الوطني. 4320 وحدة من شفرات الحلاقة نوع جيلات. مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الصحة العمومية. البواقي من حجز حوالي 14 طنا من مادة الموز المهرب بضواحي بلدية بوغرارة، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة في القضية. لمعلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوتليليس تفيد بوجود شاحنتين مشبوهتين بمنطقة معزولة، على إثرها تم تشكيل الدورية وغلق جميع المنافذ، أين أسفرت عن حجز أكثر من 14 قنطار من فاكهة الموز. رمز من رموز إشمول وآغيس وبوحمامة ويبوس، رمز من رموز الإنتاج الوطني، رمز من رموز استرجاع الكرامة للجزائر. واحد يعني يعرف تأويل المنام يأولنا هذا المنام، يأولنا هذه الرؤية، لأني أنا أولتها. يعني الرؤية هذه كنا في أرض شاسعة أنا وعمي تبون. اليوم سأعطيكم برهان، أول برهان بأن مكة المكرمة في الجزائر. قادر يا ابو علام زاد الحال عليا، قادر يا ابو علام البعرة ما داروا فيا. وسرقوا الدين الإسلام من الجزائر وذهبوا به إلى الشرق الأوسط.
حيث أقبل عليه الزائرون من مختلف ولايات الوطن لرؤيته والتقاط بعض من الصور. معها التفاصيل مع إكرام طباوي واسماعيل محبوب. السيدة زينب شدت الرحال من ولايتها تيارت إلى العاصمة لتلقى حبيبتها الكعبة المشرفة. الشعب الجزائري هو الذي أهدى هذا الوطن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حي، هل كانت توجد زريبة الجزائر زريبة المجرمين؟ بعد استرجاع السيادة الوطنية فقال مرشد الجزائر مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستغفر الله العظيم. خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستقلال. محمد مبروك عليك الجزائر. اللهم ارزقنا العقل والثبات على دينك. كهف، اهل الكهف على بالكم باللي في القصه هربوا من هذا الامبراطور. الكهف كانوا في المنطقه تاع شمال افريقيا بالضبط في الجزائر. ممتازه. اما ممكن تكون الاتراك او العثمانيين لما اجوا على هذه المنطقه جابوا معهم هي القصه بهذا المثل جواهم احرق مرماهم. شغل التاريخ تاعنا هنا في شمال افريقيا ما نعرفوهش مليح 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 كيما يعني في الشرق الاوسط. الذي يعلمنا ويقول لنا بانه في البلاد هذه كاين نبي مدفون، سيدي يوشع بن نون. لعنة الله على الكاذبين الكراغين مزورين التاريخ ولا تاريخ لهم. لعنة الله عليكم يا منافقين يا شيوعيين. في الغزوات والقبر تاعو مازال موجود. اطارات ذوي الاصول اليهوديه وزهراء. لا، اطارات ساميه. نعم، وجدت اطارات ساميه تتحكم في الاقتصاد الجزائري ذات اصول يهوديه. وجدنا تذكرة إن شاء الله غدا أو بعد غد سأكون في الكاميرون إن شاء الله، وسنقوم برقية المنتخب الوطني. القبلة ما راهيش موجهة للقبلة. جو تاع القبلة باش يعلموا القبلة، لقاو القبلة عندها 45 درجة بعيدة على القبلة. عامين احنا نصلوا لاسبانيا، الله يجعل ربي سيدي قويدر هذا سيدي الشيخ اللي جاك في الحياة، اللي جاك في الحياة. الله في الحياة، الله هو سيدي قويدر. السيد أدولف هتلر لم يكن إلا جزائري من بلاد القبائل. هو جد الهاشمي الشريف رئيس حزب التحدي السابق. قلت له إن دولة البرازيل اسمها مشتق من قبيلة توجد في ولاية مسيلة. اسكو تعرفوا ولا سمعتوا باللي البرازيل هي دولة اسمها مأخوذ ولا أصله جزيري؟ قد يسموها بني برزال الجزيرية. الإنسان اللي دار البلازما الأول هو جزائري في فرنسا. هو اللي دار البلازما في العالم هو جزائري. هو جزائري. هو جزائري. مصر الدولة القديمة كانت الآلهة المعبود الرئيسي هو الإله رع. عندما انتقلت الدولة إلى طيبة أصبحوا يعبدون الإله آمون رع. مين جاء آمون رع؟ آمون كان موجود في منطقة الصحراء الجزائرية، يعني الناس اللي راحوا داوه معاهم. أنا ابن الشيخ آمون. على حسب معلومات تاع لاعب هذا ميسي عنده لي غاسين تاع الجزائر.